ازيكم يا مساء الخير، طولنا منكم لكن جيناكم تاني. اليوم عندنا وصفة لذيذة جدا، وصفة من الوصفات المهمة جدا في الشتاء، اللي هو مشروب الدخن. مشروب الدخن من الوصفات يعني مشبعة، غير انها مشبعة لذيذة، بس مشكلته انه هو بيزيد الوزن شوية كده شوية كده، بيزيد الوزن. فما علينا، الدنيا شتاء وقدامنا رمضان، فما في اي طريقة الفترة دي انه نحن شنو نحاول نعمل رجيم نخربه. ان شاء الله بعد رمضان نرجع نعمل شنو رجيم وحركات. يلا تعالوا ندخل على الوصفة، في الوصفة على طول. عندنا حليب سائل، او ممكن تجيبي حليب باودر تحليه بمويه زي ما انا عملته. وتاني حاجة حتزيدي عليه رشة بسيطة كده من الملح، ما تكتري من الملح عشان طعم الملح ما يكون اكتر من السكر. تمام، حليب وملح، هنزيد عليه السكر. انا ما كترت السكر، عملت تقريبا زي معلقتين ونص، معلقتين ونص سكر. بالنسبة للمعلقتين ونص طعمه حيكون خفيف شديد. اذا انت مكتره كميه الحليب طعمه حيكون خفيف شديد. ليه؟ لانه انا دايره اضيف شويه عسل بعدين. فبس حليب سائل، ملح، وسكر. وبعد ده حنضيف شنو الدخن. الدخن انا ضفت 4 معالق. اذا انت حتعملي كميه اكتر، كميه كبيره، ممكن تعملي من 5 ل6 معالق. اذا انت حتعملي كميه مثلا، اذا حتعملي زي 3 ثرامس، اللي انا عملته ده بيعمل لي زي ثيرمس وشويه، يعني ثيرمس وكميه كده، شويه كده زياده على الثيرمس. تمام، الحاجات دي كلها انت بتقلبيها، هو لسه وين برا قبل ما تحطيه في النار. اذا انت وديتيه في النار وضفتي الحاجات دي حيتكلكع معاكي، انه حيعمل معاكي شنو، يعني تكتلات كده. حتمشي تعمل شنو مثلا، حتخلطيه، هو ما ينفع انك انت تخلطي او اي حاجه. بس الحل الوحيد انه هو قبل ما ترفعيه في النار حتضيف الحليب مع السكر مع الملح ومعاه الدهن. وبعد ده عندنا اضافات مثلا الهيل، الفانيليا، النكهات اللي انتوا بتحبوها. وبعد ما خلاص تحسي انه الدهن خلاص بدأ ينجض او بدأ يفور، حتعمل يغلي، يعني حتعمل شنو، حتجيبي اللي هو العطرون. العطرون بديله تقريبا هو اللي هو مفعوله نفس مفعول بيكربونات الصوديوم. اذا انت عندك العطرون الاحمر بتحلي بشويه مويه وبتحطيه. طيب يا دلال، العطرون بيعمل شنو؟ العطرون حسيت انه يعني بغير من طعمه شويه، بتحسي انه يعني بقى ألذ من غير عطرون. انا زمان كنت بعمل فحسيت انه في فرق. بعد ده بتضيفي السمن، اذا ما عندك سمن ممكن تضيفي زبده، بس الافضل والاحلى السمن. بوديه في حته تانية خالص. تمام، حتخليه في النار لحد ما يعمل شنو وش. اول ما عمل معاكي وش حتقومي شنو تصفيه، لازم تصفيه. يعني انا ما اعرف، انا بشوف انه لازم، فممكن عادي ممكن ما تصفيه كمان. لكن داير اقول لك من افخم المشروبات في الشتاء، جدا لذيذ. واحنا كمان دائما بنعتمده في رمضان برضو في السحور. فزي ما قلت لكم، بنات كتار سألوني من زيادة الوزن. هو بيزيد الوزن، إذا أنت حابة تزيد وزنك، فهو إذا أنت شربتي منه كتير خلال أسبوع حيظهر فيكي، بيزيد الوزن. تمام، بعد ما صفيناه حرجعه في الحلة وحرفعه في النار تاني، حخليه ينجض تماما. حتعرفي إنه هو نجض وخلاص، بقى ما فيه أي مشاكل. كيف لما يعمل وش يكردم يعني يكشر أو يكرطم، يعني حيلم لك وشه كده، فهمتي؟ هنا حتعرفي إنه الدخن بقى جاهز تماما. ممكن تتزينيه في الكوباية آه جوز الهند، ممكن اي شيء اي شيء ما تزينيه. انا بس عملت شويه مكسرات، دي كان حركات المتابعات معي في البث الفات. عملنا فيه شويه فستق وعملنا شويه عسل. المهم تقدر تزينيه بأي شيء عندك. وبالليل، خاصة بالليل وقت الجوع القارص، أو زي ما بيقولوا البرد بتقدر تشربي منه كوباية كده كبيرة تدفي بطنك. وبألف عافية علينا وعليكم. بتمنى تستفيدي من الفيديو. إذا عجبك الفيديو دعمينا بلايك، حتكوني ما قصرتي. في أمان الله.